اليوم تشرفت بزيارة شيخي العزيز الغالي أبو حامد الرفاعي وضيوفه من الكويت السادة أبو عبد الرحمن وأبو أحمد وأبو عبد الله وأخوته الغالين أبو مساعد وأبو خلف وأبو محمد، فأهلا وسهلا بهم جميعا. وفي هذه المناسبة الجميلة نظمت هذه القصيدة وهي بعنوان يا هلا بالضيف ضيف الله. القصيدة: أنا العراق وساكن بدبي الإماراتية، يا طيب هلها وعالراس يا حلو هالطاري، شيخي أبو حامد أخلاق ونفس أجودية، علم وأصل وهيبة وكرم ومحب للخطاري، جد القطب الرفاعي أصوله هاشمية، بمجلسه يرحب بضيوفه بين مقبل وساري، نعمين من شيخي صاحب الأخلاق وحمية، ويا حلو مجلسه حتى لو في الصحاري، أكتب قصيدي لشيخي وضيوفه بالأبجدية، أحبهم حب لله فاض من عين العذاري، وقيس بالكويت تعلم وعلم نهج البلاغية، فارس للحق عنده مواجيب عليات الذواري، أبو عبد الرحمن ما علمتني الغلا عليه، شوقي للقرآن وانته يا كريم للمواجيب تداري، وعيسى يا حلو منطقه وكلامه به جاذبية، الهم يخوز في مجلسه وهو للفرحة دواري، أبو أحمد في الكويت مقامه من أهل الروية، ويا طيبه ما انوجد بين عربان الديار، عصام احترت بكلامك وحكاياتك الحسجية، أنت كويتي وضيفي وسيفك حيل ضاري، أبو عبد الله خطاطيره مقبلين صبح وعشية، يا محلى طيبة كرمه بأخلاقه تجدي الطواري، عبد السلام هيبه وعز أخباره تازه قوية، خليت خوتي ويا محلاها في مخوته عماري، أبو مساعد للحق ضاوي به ضوية، زرع ورد المحبة في ميادين الخياري، عبد العزيز حب لله مثل المزن الموسمية، للرفاعة وساعد وللرفاعة أحسن مداري، أبو خلف يا طيبه طيب ويا عنده نفس أبية، ما يصد عن الحق وعند السعادة شواري، عبد الرحمن أجودي شجاع ما يهاب المنية، سيد ومقدام وفزعته كل السماري، ثابت على الدين والحق وهو من أهل التقية، ويا حلاته للبساطة وللضيف يحط الحواري، شيخي عز وإيمان للإسلام الله انطاه هدية، وزينه للمواجيب نخوة وللمناجيب دواري، أبو حامد سيف للحق وحلال لكل قضية، ويا حلات الجلسة وياه في هبوب الذواري، شيخ داعي لله خلى العاصي يترك العنجهية، كلامه درر صافي وما به كلام يواري، كلامه درر صافي وما به كلام يواري. والسلام عليكم.